يا مساء الفل. النهاردة هنكمل طرق الوصول للعنصر. زي ما اتكلمنا ان احنا نقدر نوصل بالاي دي او النيم او الكلاس نيم. هنا لو ملاحظين انا مجمعة كله في كود واحد، بس انا عاملة كومنت للكود اللي هو ما يشتغلش غير لما افعله. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي الاكس باص. طيب ايه لازمته؟ زي ما اتفقنا في اخر الفيديو اللي فات ان انا ممكن وانا بكتب الكود ملاقيش الاي دي، ملاقيش النيم، ملاقيش الكلاس، حاجات اللي هي بتبقى موجودة وطرقها بسيطة. عشان كده عندي حاجة مهمة وهي الاكس باص. طيب مبدئيا كده الاكس باص عندي نوعين. اول نوع هو الابسوليوت، ده المطلق، وعندي نوع اسمه ريلاتيف، ده النسبي. طب الشركة بتفضل اني واحد؟ اكيد التاني، النسبي. ليه؟ هنعرف دلوقتي. بالنسبة للابسوليوت ده بيبدأ من اول كود الصفحة سلاش html سلاش البادي، وده بيبقى خطر جدا لان لو حرف واحد اتغير الكود كله هيبوظ. اما النوع التاني الريلاتيف فده بيبدأ باتنين سلاش وبيروح للعنصر مباشرة، وده اللي كلنا بنستخدمه في الشغل الحقيقي. وابسط طريقة احنا بنجربه، بس بنجربه في الاول في الكونسول. هناك خليني ارن معاك الكود وبعدين نتكلم على كل حاجة بالتفصيل. كده تمام. وانا كنت عايزه يجيب لي الجيت تكست زي ما احنا اتفقنا. انا بعد ما بوصل للعنصر لازم اعمل عليه ايه؟ اكشن. بالظبط. فانا عايزه اكشن بسيط ان هو يجيب لي التكست اللي انا وصلت له، فكان تمام وجابه والكود زيرو، يبقى كده تمام. الطريقه بقى ازاي بكتب الاكس فوز؟ زي ما اتفقنا ان انا بوصل بالانسبكت. احنا مثلا كنا عايزين التكست ده. تمام. عشان اجربه واكتب واتاكد ان هو صح، عندي هنا الكونسول، هنا بكتب فيه. طيب ايه هي الطريقه؟ زي ما هنا موجوده بالظبط. html هاش البادي كنترول سي. طبعا هنا ايه؟ انا كنت لازم اجرب معاكم كده. هنا ما ينفعش ان انا اعمل كوبي وبيست، لازم ابقى اكتبه بنفسي. طيب هتحسوا في الاول ان هي صعبة، لكن هي سهلة وبسيطة وهنعرفها بسرعة. يبقى في الاول عشان اجرب الاكس باص في الكونسول عشان اتاكد ان انا بوصل صح، هعمل اول حاجة عشان اعرف اكتب في الكونسول. تمام. اكس، وبعدين هفتح قوس تمام. وبعدين نكتب ايه بقى؟ html اللي هو من البداية خالص سلاش، ادخل على البادي سلاش. لو لاحظنا ان هنا نرجع تاني، ده ايه؟ ده تاج اسمه البي، يعني اللي هو النص. فانا عندي ايه؟ طب انا لو لاحظت هلاقي ايه؟ عندي واحد، انا عايزه اوصل لده بالظبط، وعندي واحد تاني اهو. تمام. عندي واحد وعندي واحد تاني. طب انا عايزه اني واحد، الاولاني ولا التاني؟ لو لاحظنا احنا جايبين التاني، فازاي بوصل للتاني؟ فانا بكتب البي عادي. شوفي عندي ستة، انا عايزه اني واحد، انا عايزه التاني. فاوصل له ازاي؟ بالاندكس. الاندكس ده انا بحدد انا عايزه اوصل للاول ولا التاني ولا التالت. طريقه بسيطه جدا. كل اللي انا بعمله بكتب هنا الرقم اللي انا عايزاه. احنا اتفقنا على التاني، فتمام. اتنين. ضغطت انتر اهو، جاب لي اللي هو تمام. كل حاجه عنه.
بعمل ايه انا بقى؟ بكل بساطة باخد ده عادي اقدر اخده كوبي، تمام، بس اللي هو القوس باخد اللي جوه القوس بالظبط، تمام، واروح هنا في الانتليجي وبحطه. احنا اتفقنا على الطريقة ان انا بوصل للعنصر ازاي، تمام. find element by xbox html slash body slash b index 2. انا عايزة تاني، تمام، بس كده. ما باخدش اللي في الاول ده، ليه؟ لان في الاول ده طريقة كتابة في الكونسول بس، تمام. طيب كده عرفنا طريقة ال HTML. طيب ايه هي الطريقة التانية؟ الطريقة التانية دي تعتبر طريقة غير مباشرة. ليه؟ لان انا ببدأ من البداية خالص. لكن بقى ايه لو انا عايزة الطريقة المباشرة؟ احنا اتفقنا بنكتبها ازاي؟ ده بتبقى ثابتة معانا، دولار ساين اكس افتح قوس، تمام. انا بقول له ايه؟ عديلي بقى كل ده، عديلي HTML وكده، اعملي 2 سلاش كده، يعني انت دخلت ال HTML، وادخل على البادي على طول واعملي سلاش واعملي بي. انا عندي 6، انت عايز اني واحد؟ لازم تحدد. والله هاتلي التاني، تمام، موجود، 100 100. طيب عندي بقى ايه؟ دي نفس الطريقة، بس انا بقوله يعني دي برضو الغير مباشرة، الاتنين سلاش. طيب الطريقة بقى المميزة، حاجة تميز العنصر وما بتتأثرش بأي تغيير. ايه هي طريقتها؟ طريقة بكل بساطة ان انا بكتبها ازاي؟ خليكم معايا، دولار ساين والاكس زي ما متفقين، وافتح قوس، واجي هنا واقول له ايه بقى؟ 2 سلاش وعلى طول التاج نيم. يعني بصوا الطريقة، بعمل 2 سلاش والتاج نيم اللي احنا اتفقنا عليه، زي البي زي يعني بص انا فاهمكم. ال H2 ده تاج نيم، البي ده تاج نيم، اليو ال ده تاج نيم، تمام. ات علامة الات الاتريبيوت نيم، كل ده اساويه بالاتريبيوت فاليو. يعني احنا كتبنا 2 سلاش، تعالى عند التاج نيم مثلا هنقوله H1، تمام. بعدها نفتح قوس عادي، بعدين ات هنا جوه ايه اتفقنا على ايه؟ attribute name. يعني انا وصلت هنا مثلا ل H1، ايه الاتريبيوت نيم بتاعها؟ الاي دي، الداتا تيست اي دي. لو لاحظتوا الداتا تيست اي دي ده الديفلوبر وهو بيكتب بيبقى عامل حسابه ان في تستر، فبيقول لك انا عامل لك حاجه سهله وثابته ليك، هي دي، تمام تمام. يبقى ده attribute name والاي دي attribute name، ولان انا باخد ال H2 دي فالنيم دي هي الاتريبيوت نيم، تمام. خلينا بقى في ايه؟ في ال H1 قلنا ال attribute name زي ما اتفقنا هنقول مثلا ال ID يساوي الفاليو بقى. ايه هنا الفاليو؟ welcome، بالظبط كده. هاجي هنا وهكتب welcome وبس كده. قال لي ايه؟ قال لي ان مش موجود، في error. ايه هو الايرور؟ صح، مين اللي عرف؟ سبتكوا دقيقة تفكروا واستنوا، زي ما احنا اتفقنا هنا مفيش ان انا اخد اكس كوبي وبيست. نعملها تاني مع بعض. اكس افتح قوس، نسينا ايه هنا؟
بالظبط كده. شفتوا حاجة بسيطة جدا هي اللي فرقت. اتمنى تكونوا اخدتوا بالكم. شفتوا بدأ يقول لي انت عندك كام H1 و كل حاجة بالتفصيل. بعدها تمام at الايه بقى attribute name هو الاي دي. انا كتبت لك الاتريبيوت نيم يساوي ايه هو بقى الاتريبيوت فاليو ويلكم. شوفوا جابها من غير ما اعمل اي حاجه. بالظبط قال لي انت عندك اتشون ويلكم فعل. وصلت لها ولا مش وصلت لها؟ يعني موجوده. كل ده انا بجربه عشان اعرف العنصر موجود فعلا. فانا بجرب في الكونسول الاول عشان اخدها كده بالظبط. شوفوا بقى الفرق، انا كده كتبتها غلط. انا لو كنت خدتها هنا على طول ووديتها لانتليجي وجاب لي مثلا ان في ايرور او حاجه، فانا هقعد اقول هو فين، انا ناسي ايه. لكن انا لما بجرب هنا في الكونسول الاول حاجه بسيطه زي كده هتوفر عليا وقت بعدين. انا مجرد ما انا هنا قال لي لا انت عندك حاجه غلط مظبوطه، خلاص هاخدها كوبي بيست واروح الكود يشتغل ومية مية. نجرب مع بعض واحده كمان. دولار ساين اكس افتح قوس ما ننساش. تمام. بعدين ناخد اليو ال يو ال بالظبط كده. اد ما ننساش الاد اللي ايه بقى attribute name. نيجي هنا عندي اليو ال عندي اليو ال ايه عندي الكلاس، يبقى الاتريبيوت نيم كلاس والاتريبيوت فاليو هي ايه بالظبط country list. يبقى at class يساوي على فكرة انا عندي 2 يو ال، عندي هنا الكورس وعندي الكونتري. خلينا نختار ايه، نختار الكورس. ناخدها بالظبط. شوف هي مكتوبة هنا شرطة اندرسكور اي حاجة باخدها بالظبط. تمام. ليست ظهرت يبقى انا تمام، يبقى انا كاتبة صح كله تمام ومية مية. وبس كده باخدها واروح لانتليجي واحطها. يعني عندي هنا بالظبط. شوفوا بقعد بقى تقعد تجرب وتقعد لأي حاجة انت عايز توصل لها. ادي الكلاس. تمام. خليني ارن معاكم، وعشان ارن ده خليني اوقف ده ونشوف هل كاتبين صح ولا ايه الدنيا. تمام. هو حامل بس انا قافله ان هو يقفل بعد ما يحمل. جاب لي exit code 0 وجاب لي الكلمه اللي احنا عايزينها. وبس كده. النهارده اتكلمنا على الاكس باص. خلونا نكمل المره الجايه على الباقي. سلام.